أهلا بيكم معانا النهاردة. هنغوص سوا في واحد من كنوزنا القديمة، كتاب مهم قوي، هو الدر اليتيمة لعبد الله ابن المقفع. أهلا بيكوا بكل اللي بيسمعونا. فعلا الكتاب ده كنز حقيقي. يعني هو كتاب اتكتب من قرون طويلة جدا، أكتر من 1000 سنة يمكن. والسؤال بقى، هل الكلام ده لسه ليه معنى النهاردة وسط كل اللي بنعيشه ده؟ هو ده بالظبط اللي هنحاول نشوفه. الكتاب ده يعتبر خلاصة تجربة ونظرة عميقة قوي في طبيعة الناس، إزاي نتعامل في الدنيا، أصول الأمور يعني. البداية نفسها لافتة للنظر، طريقة كلام ابن المقفع عن حكمة القدماء الأوائل زي ما بيسميهم. ده تقدير مبهر صراحة. هو مش بس بيعترف بفضلهم، لا ده شايفهم تقريبا نموذج أعلى في كل حاجة. بيتكلم إزاي كانوا أقوى وأعمارهم أطول وحتى أحلامهم أعظم. وكمان حرصهم الشديد ده إن علمهم يوصل للي بعدهم، دي حاجة يعني غريبة وملهمة في نفس الوقت. جداً، لدرجة إنه بيقول الواحد منهم كان ممكن يكتب حكمة وصل لها على حتة صخرة في مكان بعيد بس عشان خايف تضيع وما توصلش للي جايين. تخيلي، ده إحساس بالمسؤولية تجاه الأجيال اللي جاية رهيب. بالظبط. وهو بيعتبر إن قراية كتبهم دي زي ما نكون بنتكلم معاهم وش لوش، بنسمع منهم خلاصة تجاربهم وأحسن كلامهم. وبيشوف إن أقصى طموح لنا دلوقتي هو إننا ناخد من علمهم ده ونمشي على خطواتهم. تمام. هو بيقول إنهم تقريباً حطوا الأساس في كل المجالات المهمة: تعظيم ربنا، تصغير الدنيا، أصول العلوم، الآداب، الأخلاق، كل حاجة. بس هو ما بيقولش إنهم خلصوا كل الكلام. لا طبعاً، هو بيقول إنهم سابوا لنا حاجات دقيقة كده بيسميها لطائف أمور، حاجات محتاجة مننا إحنا بقى يعني فكر وتأمل دقيق شوية. ودي النقط اللي الكتاب بيركز عليها. وبعدين بينقل لنقطة تانية سماها أصول الأمور. أيوة، ودي ممكن نعتبرها زي قواعد أساسية للحياة في مجالات مختلفة: الدين، الجسم، الشجاعة، الكرم، الكلام، المعيشة. طيب، بدل ما نعددهم كلهم ورا بعض، ممكن ناخد فكرة أساسية بتتكرر فيهم. لفت نظري قوي فكرة التوازن والسعي للأفضل دي. دي نقطة محورية فعلا. يعني مثلا في التعامل مع الجسم، بيقول الأصل يعني الأساس هو الاعتدال. تاكل وتشرب وتتعامل مع شهواتك باعتدال، ده عشان تحافظ على صحتك يعني. ده كويس ومفهوم. لكن بيقول فيه الأفضل بقى، الأفضل إن الواحد مش بس يعتدل، لأ ده يفهم جسمه بجد، يعرف إيه اللي بينفعه وإيه اللي بيضره. ده مستوى أعلى من التعامل مع الجسد. تمام، ونفس المنطق ده ماشي في حاجات تانية برضو؟ بالظبط. في الكلام مثلا، الأصل إنك تكون حريص متحفظ عشان ما تغلطش، ده بيخليك في أمان ماشي. لكن الأفضل؟ الأفضل إنك توصل لمرحلة بيسميها إصابة بارع الصواب، يعني كلامك مش بس يبقى صح ومفهوش غلط، لأ ده يبقى كمان بليغ وفي مكانه تماماً ومناسب للموقف. ياه، ده كلام كبير. الفكرة مش بس تتجنب الوحش، لأ، إزاي توصل لأحسن حاجة ممكنة. هو بيحط سقف طموح عالي جداً. الهدف مش مجرد ما تغلطش، لأ الهدف هو الإتقان والكمال في كل جانب. بس هل ده واقعي دايما في حياتنا السريعة والملخبطة دي؟ هو ده السؤال فعلاً. ابن المقفع بيقدم مثل عليا، أهداف نسعى لها، لكن في نفس الوقت لما بيتكلم في تفاصيل تانية بنلاقيه واقعي جداً، خصوصاً بقى في النصايح اللي بيوجهها للولاة وأصحاب السلطة. الحتة دي مهمة. صحيح الكلام موجه للحكام زمان، بس أكيد في دروس لأي حد في موقع مسؤولية النهاردة، مدير بقى، أب، أي حد. طبعاً في دروس كتير جداً ممكن نطبقها بعيد خالص عن السياسة وقصور الحكم. زي إيه مثلا؟ حاجة تكون عملية قوي. بصي، التحذير الشديد قوي من حب المدح ده مثلاً نصيحة دهب، بيسميه ثلمة. ثلمة يعني إيه؟ يعني زي فتحة كده في سور، نقطة ضعف مكشوفة. اللي يحب المدح بيبقى سهل قوي يتلعب بيه ويضحك عليه، وبيقول كلام قوي قوي إن اللي بيحب المدح كأنه بيمدح نفسه. والمفروض أصلاً لما حد يمدحك، حبك للمدح ده يخليك ترده وترفضه، مش تفرح بيه وتقبله. دي قوية فعلا وبتحصل كتير. جداً. والنصيحة دي مهمة في أي منصب قيادي أو حتى في التعاملات العادية بين الناس، بتحمي الواحد من الغرور ومن إنه ينخدع باللي حواليه. وفيه كمان نصيحة الاعتماد على أهل الخبرة والعلم. أيوة، وبيأكد إن ده يكون عشان الاستفادة الحقيقية من رأيهم، مش للمناظرة والفشخرة قدام الناس.
ودي برضو بتنطبق في أي شغل أو إدارة فريق أو حتى إدارة بيت. تمام. وبيضيف حتة واقعية جدا برضو، بيقول للولي أو المسؤول ما تتعبش نفسك عشان ترضي كل الناس، ده مستحيل أصلا. إزاي يعني آراء ناس مختلفة ومتناقضة تتفق كلها؟ صح، دي لوحدها بتشيل هم كبير. بيقولك ركز على إنك ترضي مين؟ أهل الخير والعقل والناس اللي بتفهم، دول اللي نضاهم مهم فعلا. دي بتريح الأعصاب شوية. جدا. وكمان بينبه لأهمية إن المسؤول يكون عارف أحوال الناس اللي شغالين معاه. ليه؟ عشان المسيء يبقى عامل حسابه وعارف إنك فاهم، والمحسن الكويس يبقى متشجع وعارف إن شغله متقدر. دي أساسيات إدارة. لفت نظري قوي التشبيه بتاع اللي بيعتمد على ناس مش واثق فيهم. شبهه بإيه؟ براكب الأسد. تشبيه عبقري. بيقول الناس من بره شايفينه مهاب وخايفين منه عشان راكب أسد، لكن هو نفسه من جواه مرعوب من الأسد اللي هو راكبه ده. يا خبر، ده بيوضح قد إيه أزمة الثقة دي ممكن تدمر القائد نفسه من جوه. بالظبط كده. وبعدين بيحدد صفات معينة، بيقول دي ما ينفعش أبداً تكون في القائد أو الوالي أو المسؤول. زي إيه الصفات دي؟ الغضب الشديد. أصل اللي عنده قدرة وسلطة المفروض قدرته دي تغنيه عن إنه يغضب ويفقد أعصابه. والكذب، مفيش أي حاجة تجبره يكذب أصلاً. والبخل، ده هو أقل واحد في الناس ممكن يخاف من الفقر، إيه اللي يخليه بخيل. والحقد، مكانته ومنصبه المفروض ترفعه عن إنه يحقد وينتقم من كل واحد. دي معايير أخلاقية عالية جدا للقيادة، ولحد دلوقتي صالحة ومهمة. أكيد، دي حاجات ما بتتغيرش مع الزمن. طيب، لو سيبنا بقى دوائر السلطة والحكم دي ورحنا المنطقة أقرب لحياتنا كلنا، الأصدقاء والمعارف والجيران، إيه أهم النصايح اللي بيقولها ابن المقفع في المنطقة دي؟ القاعدة الأساسية اللي بيحطها في الأول جميلة قوي وشاملة. بيقول ابذل لصديقك دمك ومالك، ولمعرفتك رفضك ومحضرك، وللعامة بشرك وتحننك، ولعدوك عدلك. توزيعة دقيقة قوي للمشاعر والواجبات. جدا. بيقول لك الصديق القريب ده ليه كل حاجة، دمك ومالك. المعارف ليهم الدرم والمساعدة والحضور وقت اللزوم. الناس العادية اللي بتقابلهم ليهم الابتسامة والعطف والمعاملة الكويسة. وحتى عدوك ليه عليك حق العدل، متظلمهوش. عجبتني جدا التقسيمة دي، منطقية وفيها رحمة حتى مع العدو. وبيرجع تاني يأكد على نقطة اتكلم فيها قبل كده بس بشكل تاني، أهمية إنك ما تنتحلش كلام صاحبك أو رأيه، ما تقولش فكرته كأنها فكرتك، بيعتبرها سخط وعار. والأجمل من كده إنه بيقول العكس كمان. أيوة، بيقول لو صاحبك هو اللي خد كلامك أو فكرتك ونسبها لنفسه، خليك أنت بقى كريم وسامحه. ومش بس تسامحه، لأ، انسب له الكلام ده وزينه كمان وقوله بشكل أحسن. ياه، دي درجة عالية جدا من الإيثار، من الحفاظ على الصداقة نفسها. هو بيعلي قوي من قيمة الصداقة الحقيقية، بيعتبر إخوان الصدق خير مكاسب الدنيا، دول الزينة وقت الفرح والرخاء، وهم العدة والسند وقت الشدة والمصائب. عشان كده بيقول دوروا عليهم كويس وما تفرطوش فيهم. اللي عندهم أصل وشهامة وأخلاق، حتى لو ظروف فرقت بينكم أو كانوا في مستوى تاني، دول أقل ناس ممكن يخذلوك لو الزمن وقر بيهم أو بيك. وبيحطوا شروط كمان لاختيار الصديق أو الأخ ده. طبعاً، مش أي حد يبقى صديق وخلاص، بيشترط حاجات في الدين والأخلاق وكمان في الصفات الشخصية. يعني مثلاً يكون فاهم في الدين بس مش متشدد أو بتاع مظاهر أو طماع، ويكون حر مش شخصية ضعيفة يعني، وما يكونش جاهل أو كذاب أو شرير أو سمعته وحشة بين الناس. دي شروط صعبة شوية بس منطقية لو بنتكلم عن صديق العمر يعني. أكيد. في نصيحة قريتها حسيتها غريبة شوية، بس لما فكرت فيها لقيتها منطقية بشكل ما. بيقول لو شفت صاحبك ماشي أو قاعد مع عدوك ما تزعلش وما تتضايقش. إزاي يعني؟ دي أكتر حاجة ممكن تتضايق. ما هو ده اللي قاله. بيقول بص، لو صاحبك ده انت واثق فيه وعارفه كويس، يبقى أكيد بيعمل كده عشان ينفعك بحاجة، أو يعرف لك أخبار عن عدوك ده، أو يمكن بيحاول يصلح بينكم. ده احتمال. طب والاحتمال التاني؟ لو صاحبك ده أصلاً مش ثقة من الأول، يبقى تزعل ليه إنه مع عدوك؟ هو انت ليك حق تمنعه أصلاً؟ ما هو طبيعته كده. تحليل عقلاني بارد شوية، بس في وجهة نظر بصراحة، وإن كان صعب على النفس قوي تطبيقه. هو دايماً بيغلب العقل والمنطق، حتى في المواقف اللي بتحركها العواطف عادةً. زي نصيحته برضه بعدم المبالغة في إظهار الفرحة والترحيب بواحد لسه ظاهر لك الود فجأة وبدون مقدمات. ليه؟ مش مفروض نقابل الناس كويس؟ بيقول طبعاً، بس بدون مبالغة.
لأن طبع البني آدم إنه بيميل يرحل عمن لصق به. يعني لما حد يتعلق بيك زيادة عن اللزوم وبدون داعي ممكن تنفر منه. فبيقول خليك متوازن حتى في إظهار المودة. تمام، التوازن هو الكلمة المفتاحية دايما عنده تقريبا. بالظبط. والحتة التالتة المهمة اللي بيتكلم فيها باستفاضة هي تهذيب النفس والأخلاق الشخصية، ودي بقى بتمس كل واحد فينا بشكل مباشر في سلوكه اليومي. دي أهم منطقة يمكن، وبيبدأ بنقطة حساسة قوي عند ناس كتير: ادعاء العلم والمعرفة. بينصح بشدة إن الواحد ما يكترش من الموضوع ده، وبيقول كلام لطيف قوي: استحي إنك تبين لصاحبك إنك عالم وهو جاهل في الحاجة دي فيها ذوق عالي جداً. وبيكمل ويقول لو أنت فعلاً حاسس إن عندك فضل أو ميزة أو علم في حاجة، تجنب إنك تتكلم عنها وتبروزها. ليه؟ لأن ده ممكن يخلي الناس تدور لك على عيوب تانية تغطي على الفضل ده. بيقول الصبر هو اللي بيظهر الفضل الحقيقي مع الوقت وبشكل جميل مقبول. المعادلة اللي بيقدمها هنا بقى عبقرية فعلا. كن عالما كجاهل وناطقا كعي. بالظبط. يعني إيه؟ يعني خلي علمك ده جوه منك، بيرشدك ويوجهك في صمت، وقلة كلامك عن علمك ده بتبعد عنك العين والحسد. وخلي كلامك قليل ومحدد، يدوب يوصل المعنى المطلوب وخلاص، كأنك مش بتعرف تتكلم كتير أصلاً. وصمتك ده هو اللي هيكسبك المحبة والوقار. ده فن بجد في التعامل. فن حقيقي. ومن أهم النصايح في تهذيب النفس دي هي مجاهدة النفس ومحاربتها ضد ثورات الغضب والعصبية اللي بيسميها الحمية والحقد والجهل. ودي حرب دايمة جوه كل واحد فينا تقريبا. طبعاً. طب السلاح إيه في الحرب دي؟ بيقول الحلم والتفكير بهدوء والتأني، وإنك تفتكر دايماً العواقب هتكون إيه لو استسلمت للغضب أو الجهل. وبيتكلم عن الصبر كتير. بيقسموا نوعين: الصبر على الحاجة اللي بتكرهها ومضطر تستحملها، والصبر عن الحاجة اللي بتحبها بس لازم تبعد عنها. وبيعتبر إن الناس الكرام أصحاب النفوس الكبيرة هم الأصبر. والصبر الكويس اللي يستاهل المدح هو قدرتك على التحكم في نفسك، إنك تستحمل وتتجمل وقت الشدة، وتمسك نفسك عند اتخاذ القرار، وتفضل الحكمة على الهوى. كلام جميل ومحتاج مجاهدة فعلا. ايه كمان من النصايح دي حسيتي انه ممكن يلمس وتر حساس عند الناس النهاردة بشكل خاص؟ فكرة السخاء بنوعيه دي لافتة جدا. السخاء الأول هو إنك تكون كريم باللي في إيدك، تدي من مالك أو وقتك أو جهدك، وده المعروف. تمام. لكن في سخاء تاني ابن المقفع بيعتبره أعلى وأشرف، هو السخاء عامة في أيدي الناس. يعني إنك تكون نفسك عفيفة كده ومش باصص للي عند غيرك ومش طمعان فيه. دي مهمة قوي في زمن المقارنات اللي عايشينه. جدا. وبيقول إن اللي بيجمع بين النوعين دول من السخاء هو ده قمة الكرم. دي بتضرب فعلا في وتر حساس قوي دلوقتي: المقارنات الاجتماعية وحب التملك والرغبة في اللي عند الغير. والتحذير كمان من الحسد. أيوة، بيوصفوا وصف صعب قوي: خلق لئيم يؤكل بالأقارب والأكفاء. يعني الحسد ده طابع وحش وبيروح أكتر للناس القريبين منك أو اللي في نفس مستواك. طب وعلاجه ايه من وجهة نظره؟ العلاج بسيط وعميق في نفس الوقت. بيقولك اعرف قيمة وفضل إنك تخالط وتصاحب الناس اللي أحسن منك، كأن القرب من الناجحين والأفضل منك ده هو الترياق اللي بيقتل مرارة الحسد جواك. جميلة الفكرة دي. وفي تحذير كمان من سكر حاجات معينة، مش سكر الخمر بس. سكر ايه؟ سكر السلطة والمنصب، وسكر العلم والمعرفة الكتير، وسكر الغنى والفلوس، وسكر الشباب والقوة. بيقول إن كل الحاجات دي ممكن تعمل زي ريح جنة تسلب العقل، يعني تخلي الواحد دماغه تطير وميشوفش قدامه. دعوة قوية للتواضع واليقظة دايماً مهما وصلت المكانة أو معرفة أو قوة. دي حقيقة والله بنشوفها كتير. أو فتحها على البحري. ازاي يعني؟ بيقول الانقباض الزيادة عن الناس بيجيب لك عداوة وكره، والانفتاح الزيادة قوي بيسميه التفرش. ده بيجيب لك صديق السوء، الناس اللي مش كويسة هي اللي بتقرب منك. طب الحل إيه؟ بيقول البس لبسين: خليك متحفظ ومحتشم مع عامة الناس، وخليك منفتح ومستأنس مع الخاصة السقاط، الناس القريبة اللي بتثق فيها بجد، وبيأكد إن دول قليلين قوي. دي حكمة بالغة في التعاملات الاجتماعية. وبيشبه اللسان بأداة بيتخانق عليها عقلك وغضبك وهواك وجهلك، كل واحد عايز يسيطر عليها. فبيقولك خلي لسانك ده سلاح ليك مش سلاح عليك أو في إيد عدوك،
ودعوة للتحكم في الكلام والتفكير 1000 مرة قبل ما الكلمة تطلع. ودي من أصعب الحاجات طبعا. أكيد. وفي حتة كمان عن أدب الاستماع، إزاي تسمع كويس. بيقول اتعلم حسن الاستماع، يعني تدي للي بيتكلم وقته وما تقطعوش وما تبصش يمين وشمال وهو بيتكلم، وتبصله بوشك وتبقى مركز عشان تفهم هو بيقول إيه بالظبط. دي مهارة شبه مفقودة فعلا في عصرنا ده، عصر المقاطعات والتليفونات والتشتت. للأسف وفي آخر الكتاب تقريباً بيقدم ابن المقفع وصف مؤثر جداً لنموذج الصاحب المثالي، شخص هو كان شايفه أعظم الناس في نظره، والوصف ده بيلخص كتير قوي من القيم اللي دعا ليها في الكتاب كله. أيوة، أنا قريت الوصف ده ومبهر فعلا. الصورة اللي بيرسمها للشخص ده مثالية تقريبا. جداً. بيقول أعظم حاجة كانت فيه هي صغر الدنيا في عيني. الدنيا ما كانتش فارقة معاه قوي، وكان مسيطر تماماً على شهواته، شهوة بطنه وفرجه. يعني لا بيشتهي الأكل اللي مش موجود، ولو لقاه ما بيفتراش فيه. وما بيعملش أي حاجة إلا وهو واثق إنها صح أو فيها منفعة حقيقية. بالظبط. وبيقول كان أغلب وقته ساكت صامت، لكن لو اتكلم كلامه يتفوق على كلام كل اللي حواليه ببلاغته وحكمته. كان يبان للناس متواضع وضعيف، لكن وقت الجد والشدة تلاقيه أسد. وما بيجادلش أو يدخل في خناقات كلامية إلا لو قدام قاضي عادل أو حد حكيم يعني، وما يلومش أي حد على أي حاجة غير لما يسمع عذره الأول. ولا يشتكي وضعه أو تعبه إلا لحد يثق إنه فعلاً ممكن يساعده ويخفف عنه، وما يصاحبش حد إلا لو يرجو منه نصيحة أو فايدة حقيقية. وبيكمل، ما كانش بيتضايق بسرعة، ولا بيسخط على حاله، ولا بيشتهي حاجات مش ليه، ولا بيشتكي على الفاضي والمليان. وما كانش بينتقم من صاحبه لو غلط في حقه، وفي نفس الوقت ما كانش غافل عن عدوه ومكايده، وما كانش بيقدم مصلحته أبداً على مصلحة إخوانه وأصحابه. وصف صعب جدا، يكاد يكون خيالي بصراحة. هو فعلاً مثالي لدرجة ممكن تبان مستحيلة، وعشان كده ابن المقفع نفسه بعد ما خلص الوصف المبهر ده ختمه بجملة واقعية جداً وعظيمة. قال إيه؟ قال: فعليك بهذه الأخلاق إن أطقت، ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع. يا سلام، اعتراف واضح بصعوبة الوصول للكمال ده، لكن في نفس الوقت دعوة وتشجيع إننا نحاول ناخد من الأخلاق دي على قد ما نقدر، حتى لو القليل منها ده أحسن من إننا نسيبها كلها. ختام واقعي وجميل جداً لرحلة ممتعة فعلاً في حكمة الدرة اليتيمة. بنكتشف إن الكلمات والنصايح دي رغم إنها قديمة قوي لسه ليها صدى ورنين قوي جوانا وفي حياتنا المعاصرة بكل تعقيداتها. يمكن التحدي الحقيقي بقى مش بس إننا نفهم الحكمة دي أو نعجب بيها، لأ، التحدي هو إننا نحاول نطبق ولو جزء صغير منها في حياتنا وتعاملاتنا اليومية. وممكن السؤال اللي يفضل معانا بعد ما نخلص كلام عن ابن المقفع هو: في عالمنا ده اللي بيجري بسرعة الصاروخ واللي بيقدس المظاهر والنجاش السريع والشكل الخارجي، هل فعلاً هنقدر نلاقي وقت ومساحة للصبر والتأني والتفكير العميق في أخلاقنا وتهذيب نفسنا زي ما بينادي ابن المقفع؟ سؤال مهم فعلا. إزاي نوازن بين متطلبات العصر المجنونة دي وبين الحكمة القديمة اللي بتقول إن بناء نفسنا من جوه أهم بكتير من بناء أي حاجة تانية خارجية؟ ده سؤال يستحق كل واحد فينا يفكر فيه مع نفسه. فعلا. شكرا جزيلا على الرحلة الممتعة دي في درر ابن المقفع وحكمته. الشكر ليك ولكل اللي تابعونا. وللمستمعين الكرام، لو عجبتكم الحلقة دي واستفدتوا منها، يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم تحليلاتنا وغوصنا الجاي في كنوز أخرى من المعرفة والحكمة. وإلى أن نلتقي في المرة القادمة، لكم مني أطيب المنى. مع السلامة.